اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم بخير يا رب. روتين النهاردة هو مش روتين لأنه لو انتوا شايفين قدامكم الدنيا ضلمة، يعني أنا بادئة الدنيا ضلمة، فهو مش بالنهار، أنا مش مصورة بالنهار. أنا مصورة بالليل. لأن الصراحة أنا كنت ابتديت بالليل يعني. آه، قمت من النوم متأخر. كنت نايمة متأخر قوي، فصحيت متأخر وعملت الأكل بس يا دوب، بس كده. بس ما كنتش عملت بقى حاجة في الشقة. كنت عايزة، يعني ده غسيل قدامك اهو، كنت غسلاه ما نشرتوش، ما كنتش ما اعرفش ان كنت مكسلة قوي، ما كنتش قادرة اعمل حاجة خالص بصراحة، وحسيت ان اليوم سريع قوي، ما اعرفش ليه. بس قلت برضو هتشجع معاكو يعني واشتغل واصور معاكو. بصراحة انا بقى بيشجعني قوي، بيحفزني ان انا اصور، وانا بصور الفيديو يعني ببقى خلاص بقى ان انا هصور فيديو، فبتشجع كده واتحفز ان انا اقوم اشتغل. لو انا بقى مش هصور فيديو فانا لا، ممكن اعمل حاجة والتانية اركنها مثلا لبكرة، وهكذا يعني. وانا بصراحة ما بحبش يبقى ورايا حاجة، يعني انا ما بحبش اركن الحاجة، لان ممكن يجيلي مشوار فجأة، ممكن انزل فجأة، ممكن اعمل حاجة، او ممكن يطلع لي شغلانة اصلا مختلفة خالص عن اللي انا بعملها فجأة كده. ف ما بحبش بقى افضل اكركب عليا شغل وكده، لان لا طبعا الشغل لما بيتراكم ونيجي نعمله بيبقى تقيل قوي وبيبقى كتير، فممكن نكروت، فانا ما بحبش كده بصراحة. فانا قلت ايه، انا هقوم كده، يعني ايه، هتحفز واتنشط كده، واصور فيديو معاهم، اوريهم كده انا عملت ايه. هي روتين عادي وبسيط، وبس. في حاجة بقى هعملها هرتبها معاكم كده. ودي اكتر حاجة شجعتني يعني، لان كان بقالي فترة كبيرة قوي عايزة اعملها، واخيرا لقيت لها حل الحمد لله. هتعرفوها بقى في الفيديو، يعني لما نكمل، كملوا الفيديو للاخر وهتعرفوا بقى. انا اول حاجه نشرت الهدوم اللي انا كنت غسلاها اهو، هي ملايات لاطفال. كنت قمت من النوم شلتهم وكده، وقلت ايه هغسلهم واغيرهم وكده. فغسلت الملايات، وانا ما عملتش معاكم اكل يعني، وصورتش الاكل. بس قلت ايه، خلاص دول شويه مواعين صغيرين خالص زي ما انتوا شايفين، مش كتير. فقلت ايه هصور معاكم بس المواعين انا بغسلها معاكم، هاخد بقى معاكم يعني الروتين بقى يعني اللي انا هعمله بقى، الشغل اللي انا هعمله كله. انا يعني عايزه اقول لكم ان ممكن ده كان حوالي الساعه 8:30 بالليل مثلا، ويمكن 9 كمان، يعني متأخر برضو مش بدري يعني. بس انا كنت كسلانه قوي اليوم ده. فنشرت اهو معاكم، قلت بقى انشر معاهم كده، هبتدي معاكم يعني من اول ما ابتديت شغل وانا بصور معاكم. فقلت ايه هنشر الاول الهدوم دي عشان هي كانت خلاص اوريدي اتغسلت، فقلت ايه هنشرها بقى بالمره، مركنهاش يعني. انا ما بحبش اطلع الغسيل من الغساله واسيبه مركون، لازم انشره. فقلت ايه اخدكم معايا كده ايه من اول الفيديو من اوله. فنشرت وخلصت، ودخلت بقى قلت ايه اغسل المواعين واشطب المطبخ، وهكذا. اللي بيتفرج عليا عارف ان المطبخ بتاعي لازم يبقى كامل ومكتمل، عشان لما اطلع الشقة من بره ما يبقاش ورايا حاجة في المطبخ، لان حاجة دي بتتعبني نفسيا بصراحة. فهو ما كانش فيه حاجة، هما شوية مواعين صغيرين خالص، قلت هغسلهم و و واحطهم بقى يتصفوا. وما فيش، انا لمعت الرخام معاكم في الاول اهو، وهغسل البوتاجاز، اكنس الارض بتاعه المطبخ، وخلاص على كده. ما كانش فيه شغل في المطبخ اصلا يعني، المطبخ بصراحة كان نظيف، والمواعين شوية صغيرين جدا، فما تعبونيش. بس ما تستغربوش من اللي انا لابساه يا جماعة، انا مش لابسة بادي كارينا، عشان ما حدش يفكر ان انا لابسة بادي بنص وتحته بادي كارينا، لا.
انا لابسه معصم. عشان طبعا خلاص بقى احنا دخلنا في الاجواء الصيفيه. فطبعا كلنا خففنا، اللبس اللي انا بلبسه دلوقتي بيبقى مش كم كامل او ربع كم، نص كم، تلت كم. فبصراحة انا ما بحبش تبقى ايدي باينة يعني. فقلت البس، يعني البس معصم اكيد. مش لابسه باضي يعني، عشان انت هتشوفوه في الفيديوهات كتير. فهو معصم يعني، يعني هلبس لبسي الطبيعي عادي، بس طبعا عشان ايدي تبقى متداريه ما ينفعش ان انا ايدي تبقى ظاهره. عشان طبعا بقى خلاص دخلنا في الاجواء الصيفيه. فلابسه معصم يعني عشان ممكن اللي يشوفني يستغرب ايه اللي انا لابساه او ايه ده الحاجه الغريبه دي. فده معصم، هو ده حل مناسب بالنسبه لي قوي. لان انا مش هعرف اشتغل في اسدال او كده، لا مش هعرف اشتغل فيه خالص. هيوقعني وهيربكني، والايد وبرضه هضطر ان انا هرفع ايده، عشان ايده هتتبل ميه وهتتبهدل مني، فهرفع ايده في ايدي برضه هتبقى باينه. فانا قلت ايه، هلبس يعني هلبس المعصم وكده هيداري ايده، هيبقى يعني هيكفي ويوفي بالغرض بالنسبه لي يعني. إيه تمام كده، انا خلاص غسلت المواعين اهو. هلمع بقى البوتاجاز، هغسله والمعه. وهو كان نضيف مفهوش حاجه، اللي هناك ده بس قهوه. النقطتين دول، نقطتين تلاتة دول قهوه. لكن هو كان نضيف، ما كانش عليه دهون ولا زيوت، ولا كان متسخ يعني ولا حاجه، لا هو كان نضيف. انا بقى خلاص متعوده ان انا لازم اغسله، فانا بغسله كله. ما بغسلش منه حتى واسيب التانية، لا انا بقى لازم اغسله كله يعني. فشلته وغسلته، كنت تقريبا انا غسلت العيون وصفتها يعني، وقفت الفيديو غسلت العيون وصفتها. واللي هي بتبقى فوق مش اللي هي تحت، اللي تحت اللي برضو اللي بيتحط عليهم العيون دول انا بغسلهم دايما يعني، بس هما ما كانوش فيهم حاجه فانا ما غسلتهمش، غسلت اللي فوق بس. هغسل بقى هعمله كويس، همسحه كويس وهنشفه طبعا، هلمعه كويس وهنشفه طبعا. ويبقى انا كده ايه المطبخ ايه خلاص. بالنسبه لي خلاص المطبخ كده بيبقى خلاص كومبليتنج بقى. فبطلع بره بقى اشتغل براحتي وبروقان. عشان ايه؟ ما يبقاش بقى في دماغي يعني ان انا كل شويه لسه في حاجه هدخل اعملها في المطبخ، ده انا ورايا حاجات، ده مش عارفه ايه. فابقى وانا بشتغل بره ابقى متذبذبه كده وعايزه ادخل المطبخ، او لسه في بالي يعني ان انا ورايا لسه مواعين او كده. فالجزئيه بتاعه المطبخ دي لما بتخلص بتريحني جدا بجد. اخر حاجه ان انا اشد السجاده بتاعته دي وهكنسه بس. هو كان نضيف يعني، مش محتاج ان هو يتسيق او كده. فكنسته بس كويس، حتى هو ما كانش فيه حاجة يعني. بس لازم اكنسه برضو. تعالوا بقى هندخل اوضة الاطفال. هفرش لها ملايات تانية، بس هي ما فيهاش حاجة يعني، مش مكركبة ولا حاجة. الأوضة التانية بقى هي اللي كان فيها حاجات يعني هعملها، فهعملها معاكم برضو. بس قلت اروح هنا بقى للأوضة الخفيفة دي الأول، ان انا افرد لها الملايات بالمرة، عشان لو ابني نام او كده بتبقى جاهزة يعني على النوم. يعني لو حب ينام وانا بشتغل في الأوضة التانية، أوضة النوم الرئيسية، يدخل ينام بقى خلاص، ما اقعدش اقول هو انا لسه طب انا لسه هروح افرش الملايات هناك ومش عارفه ايه، لا فانا بجهزها بحيث ان هو يدخل ينام في اي وقت براحته بقى. ولو حب يلعب او كده تبقى هي جاهزه برضو، ما يبقاش فيها حاجه. وانا كده كده كنت اصلا خلعت الملايات زي ما انتوا شفتوا، وغسلتها ونشرتها، فهي كانت بالنسبه لي مهيئه ان انا ايه اعملها. ما كسلتنيش يعني. انا بس فردت ملايات تانية بس وخلاص، ما عملتش اكتر من كده. فبالنسبة لي ده كان تمام يعني. ويدوب بقى عملت بالمكنسة وخلاص كده، مكانش متبقي حاجة يعني. إيه، هي اصلا الأوضة ما كانش فيها حاجة يعني، ما كانتش متبهدلة ولا متطربة ولا حاجة.
لاني يعني طول الوقت ببقى معايا الفوطة بتاعتي اللي هي الفوطة الناعمة دي، وعلى طول بقى بمسح اي تراب، بمسحه يوميا، عشان ما يبقاش فيه تراب على العفش. انا الاوضه بتاعتي بتاعت الاطفال دي اللي داخل، اللي بيشوفني اول مره يعني فيها الديب فريزر والتلاجة، لانها ما شاء الله كبيره يعني. والمساحه بتاعت المطبخ صغيره، فللاسف ما دخلوش في المطبخ، فاضطريت ان انا ادخلهم هنا، عشان برضو ما ينفعش ان هم يبقوا في الصاله. فانا بقى طول الوقت الفوطه دي بمسح بقى بيها بلمع بيها العفش، السرير، الدولاب، الديب فريزر والتلاجة، الباب بتاع اوضه النوم، بلمع الشباك نفسه يعني يوميا، فمش بتبقى مطربة. اللي هو يدوب بغير الملاية واعمل بالمكنسة، بس كده وخلاص. وببقى بقى انا عندي الباسكت بتاع الالعاب بتاع ابني، لما فيه الالعاب بتاعته، يعني مجرد ما بيلعب ويخلص لعب مش بسيبهم، بقوم جاي على طول لما الالعاب في الباسكت ده. طبعا هو الباسكت بتاع الالعاب ده بصراحة لا غنى عنه، بيلملم الدنيا والله بجد، لان الالعاب دي بتبقى مزعجة بصراحة. فهي طول الوقت يعني الحمد لله انا بحاول احافظ عليها على قد ما اقدر. عشان انا ما بحبش اشوف كركبة كتير قدام عينيا، فبحاول طول الوقت ان انا انظمها وكده، لانه انتوا عارفين بقى حاجات الاطفال كتير، وكمان فيها العجلة بتاعته، وعربية صغيرة بتاعته، فيها يعني هي الاوضة دي شايلة معايا حاجات كتير ما شاء الله. فطول الوقت بحاول ان انا انظمها، ابقى منظماها، عشان ما احسش ان في كركبة كتير قدام عينيا. فاللي هو يدوب بقى بغير الملاية، اعمل بالمكنسة. طبعا المكنسة دي يوميا، مش ساعة ما باجي اغير ملاية او كده، لا، ده شيء اساسي عندي. كل يوم لازم المكنسة بشفط بيها التراب اللي في الشقة كله. فانا ما عملتش فيها اي حاجة، انا يدوب فرشت ملايتين بس وخلاص كده، وشددت من المكنسة وخلاص. انا كنت دخلت الاوضه دي الاوضه الرئيسيه. قلت هعدل السرير الاول. انا وريتكم طبعا المنظر، كان في كركبه وحاجات هدوم محطوطه وعايزه تتشال، وحاجات على التسريح عايزه كل حاجه ترجع مكانها. وده كان يعني انا كنت بالليل. الصراحه انا قلت لكم انا طول النهار ما كنتش قادره اعمل حاجه. دي المكوه برضو شلتها، كان جوزي بيكوي وكده، هو مش بيحب يكوي على ترابيزه المكوه. بيقول لي لا لسه هجيبها وافردها واعملها ومش عارفه ايه. هو بيفضل يكوي كده يعني. فشلتها برضو ورجعت كل حاجه مكانها، والهدوم اللي هي كانت عايزه تتعلق على الشماعات علقتها ورجعتها. ما فيش يعني ما فيش حاجه كنت يعني ما فيش حاجه من الحاجات اللي موجوده دي كانت عايزه تتغسل. لا، الحاجات دي كانت هتتحط على الشماعه. طبعا اللي عايز يتغسل موجود في باسكت الغسيل اصلا. هنا طبعا مش بقى برجع الحاجات دي مكانها، انا مش بحب الكركبه دي. كل حاجه برجعها مكانها كده واظبطها يعني. انا اصلا كنت ملمعه الازاز ومظبطاه قبلها، فانا مش ما يعني ما شلتش تاني. انا عارفه انا كنت بس برتب الاوضه، برتبها بس. بصوا بقى القصه كلها بتاعت الفيديو اصلا في الشنط دي شنط الخروج بتاعتي، ومتعلقة على الشماعة بتاعت الأوضة، الشماعة الخشب. فبصراحة الشنط دي متعلقة من أول ما أنا اتجوزت، وكل ما أجيب شنط يعني شنطة جديدة أحط. فانتوا شايفين الكمية، فأنا بقيت حاسة إن هي بقى شكلها مزعج. لو في هدوم عايزة أحطها على الشماعة مش بعرف. فبالنسبة لي بقى الشيء مزعج قوي، وبقوا كتير. وبخاف بقى ان هم يكسروا ال يعني الزاوية اللي بتتعلق عليها من كتر تقل الشنط. بخاف ان هي تكسرها بصراحة، بخاف ان ابني يروح يلعب فيها فتقع عليه، لان هي يعني سهل جدا انها تقع.
سهل انها تميل عشان الحمل بتاعها كله فوق، ومن تحت مفيش حمل خفيفة، فاللي هو لو زقها هتقع فعلا حرفيا. فانا بخاف. فانا قعدت افكر اعمل ايه في موضوع الشنط ده فترة طويلة مش عارفة، لان طبعا انا ما عنديش مكان في الدولاب خالص ان انا احطهم في الدولاب. يعني ارضية الدولاب عندي في الناحيتين، في الثلاث اماكن مليانين هدوم، فاللي هو ما فيش مساحة ليهم في الدولاب خالص، ولا في اي مكان تاني بصراحة. كل يعني كل مساحة عندي واخدة حاجات انا حطها فيها. تمام، كل جزئية عندي في الأوضة ليها حاجات معينة محطوطة فيها. فانا فكرت ان انا اجيب لها الباسكت اللي انا وريته لكم في اول ما دخلت الاوضه دي، وريتكم حاجه كده في كيسه كده. هو ده بقى الباسكت اللي انا هحط فيه اهو. هو ده الباسكت بقى. ايه هو ده؟ انا جبته باسكت، هو باسكت العاب. هو مش باسكت العاب، هو باسكت بتحطي فيه اي حاجه براحتك. فانا جبته على اساس في اوضه ابني، حطيته عملته استخدمته باسكت العاب. تمام. هو مش هو زي المشمع كده، يعني الخامة بتاعته شبه المشمع كده. فانا حطيته لابني في اوضته، حطيت فيه الالعاب بتاعته كلها، وقمت جايبه كمان واحد وقلت ايه، انا هشوف هنفذ الفكره اشوف هتنفع ولا لا. حطيت بقى ايه، قلت ايه، لملمت الشنط كلها. بس طبعا بقفل الشنط، بشيل الدراع منها وبلفه زي ما انتوا شفتوا كده اللفه دي، وبقوم جايه مدخلاه جوه الشنطه وقافله الشنطه. وقلت بقى ايه، يعني هحطهم في الباسكت ده تدريجيا بالالوان، عشان يعني مفيش تجنبا ان الالوان تاخد من بعضها او تبعد على بعضها. فزي ما انتوا شفتوا كده، بحاول ان انا ادرج الالوان تبقى جنب بعضها اللي هي متناسقه. بحاول ان انا انسق الالوان على قد ما اقدر عشان ما فيش حاجه تبعد على التانية. وهو ما شاء الله كان ممتاز معايا وواسع وخد. الحمد لله يعني. انا سبت بس شنطتين لونهم اسمر كده، دول اللي سبتهم على المكان اللي انا بعلق فيه اللي هي الشماعه دي. دول يعني الشنطتين دول انا بشدهم دايما وانا نازله، فسبتهم متعلقين ما شلتهمش. الباقي دول طبعا مش كل ما اجي نازله اخدهم. فسبتهم حسب الطقم اللي انا هلبسه او كده في اي خروجه، اطلع الشنطه اللي انا محتاجاها. وركنت الباسكت على جنب، وبجد يعني عملني بصراحه المكان ارتاح والشماعه ارتاحت. الفكره دي عجبتني قوي. هو الباسكت ده تستخدموه لاي حاجه يا بنات، اي حاجه عندكم عايزين تشيلوها، حاسين ان هي مكركبه لكم المكان. الباسكتات اللي زي دي حلوه جدا جدا جدا، خاصه لو انت عندك مكان. بصوا، لمت كل الشنط في ثانيه وعاوزه كمان. انا كده خلاص كنت روقت الشقه كلها تمام، وعملت بالمكنسه وظبطت، والاوضه كلها تمام قدامكم خلاص كومبليتنج كده، ويومي كان خلص كده بقى. ان شاء الله استنوني في فيديو جديد. السلام عليكم.